السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. آه، بجد الموضوع ده أنا بقالي فترة عايز أتكلم فيه. هديكوا عنه نبذة بسيطة جدا. هو في إنسان بتعلق بيه، في إنسانة ممكن أتعلق بيها. طب هو التعلق هو الحب ولا الحب حاجة تانية؟ والتعلق ده إن أنا حبيت البني آدم ده، الحب اللي هو اللي بجد ولا حاجة تانية؟ ما تيجي أما نشوف يعني إيه تعلق، والتعلق دوت هل هو بيبقى مرضي ولا إيه النظام؟ التعلق دوت أنا كل يوم بقوم بتعامل مع شخص بشكل روتيني اللي هو شكل يومي. فبقيت بقى في حاجة اسمها التعلق، أو في حاجة اسمها إن أنا بقيت متعود أشوف الشخص ده قدامي. ده هذا اسمه التعلق. حاجة روتينية، حاجة كل يوم بعملها، حاجة كل يوم لدرجة إن أنا بقيت متعلق بيها. طب هو الحب الحب ده حاجة تانية؟ تعال ما نشوف إيه هو الحب. الحب ده إن أنت آه، يعني بتحس بتحس بإحساس الشخص اللي قدامك، بتحس بيه حتى في بعده، حتى في غيابه، بتحس بألمه، بتحس بسعادته، بتحس بفرحه. لو هو فرحان انت بتبقى حاسس وتقول انا حاسس ان فلانة دي فرحانة، فانا عشان كده فرحان. آه، الحب، الانسان اللي هو بيحب بجد بيبقى جسده بيحمل روحين، روحه وروح الشخص اللي بيحبه. بيكونوا روحين في جسد واحد. والله دي حقيقة، بيبقوا روحين في جسد واحد. خليني أحكي لكم قصة كده، يعني يا رب إن أنا أقدر إن أنا أوضح بيها يعني إيه حب. قصة السيدة زليخة وسيدنا يوسف عليه السلام. عندما سجن سيدنا يوسف وكان في السجن، ذهبت السيدة زليخة إلى حارس اللي كان متولي أمر السجن بتاع سيدنا يوسف، وقالت له يعني انزل واضرب سيدنا يوسف في السواط، بحيث إن أنا هي ما كانتش عايزاه يتأذى أبدا. هي كانت في حالة لا يرثى لها، يعني مثل ما يقال، في حالة إن هي نفسها تسمع صوت سيدنا يوسف، لعل القلب بتاعها يستريح وهي بتسمع صوته. فينزل الحارس عشان يضرب ويسمع كلام السيدة زليخة، ويضرب سيدنا يوسف بالكرباج أو بالصوات كما يقال. فاتفق مع سيدنا يوسف إن هو يعني هيضرب بالصوات على الأرض، ولكن يعني اتفق مع سيدنا يوسف إن هو بس يعني يتألم ويتفوه بالألم. وبالفعل عمل كده الحارس، بدأ يضرب الصوات على الأرض، وبدأ سيدنا يوسف يعني يتفوه بالألم من أثر، يعني من أثر الصوات أو من أثر الكرباج اللي بينزل عليه. فبيطلع الحارس للسيدة زليخة، فكانت مفاجأة كلامها ليه وردها على الحارس، كان مفاجأة. قال لها أنا ضربت سيدنا يوسف يعني وأنت سمعتي صوته وهو بيتألم. فقالت له لقد كذبت. فاستغرب الحارس، يعني كذبت ليه؟ قالت له
لو كنت ضربت يوسف وتألم لكنت تألمت أنا. شوف الجمال والروعة، شوف الرقي في المشاعر والأحاسيس. لو كنت ضربت يوسف لكنت تألمت أنا. فبينزل وبيضرب سيدنا يوسف بجد المرة دي. فلم يتألم يوسف ولم ينطق سيدنا يوسف، ما نطقش وما يعني ما قالش ولم يتألم. وكانت السيدة زليخة هي التي تتألم وتصرخ من الألم. شوفوا الجمال، روحين في جسد واحد، روحين في جسد السيدة زليخة، روح سيدنا يوسف روحها بتتألم لألم حبيبها ومحبوبها. في كده، في كده صدقوني والله، والله في كده، في كده. كان سيدنا يوسف الجمال بجد. ولكن اللي بيحب بجد يا جماعة، صدقوني والله، الإنسان اللي بيحب بجد بيتألم لألم حبيبه، بيفرح لفرحة حبيبه، بيسعد بسعادة حبيبه. ده الفرق ما بين التعلق والحب. في لقطة من المحبة حبيت إن أنا يعني أديها لكم ككبسولة ترجعنا تاني إن إحنا نحب بعض ونحس ببعض ونتألم لألم بعض ونسعد لسعادة الآخر. يا ريت نعيش بالحب وبالأمل ونساعد الغير ونتألم لألم الغير عشان نكون خير، يعني نجسد روح المحبة وروح الخير وروح السعادة ونسعد مع الآخرين. وصدقوني ده هينتج عنه سلام روحي ونفسي لحضرتك ولحضرتك. شكرا جزيلا لحضراتكم.